بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، إكراما لوجهك الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وروح الأرواح وسر غذائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، وبك المستغاث وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم بتحية الإسلام، وأقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يبارك بحياتكم، وأن يبارك لكم بوالدكم ووالدتكم وذراريكم، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن ينفع بنا وبكم البلاد والعباد. وصلنا إلى الحديث 19 من متن الأربعين النووية للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي زكريا يحيى النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين اللهم آمين. تفضلوا أستاذ أبو جميل إذا بتحبوا تقرأوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيدنا. الله يبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صلى الله عليه وسلم. أيها السادة المؤمنون الأكارم، حديث رائع ماتع جميل، ووصية من وصايا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل هو وصية للأمة المحمدية. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله بن عباس هو فقيه العصر وإمام التفسير، وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العباس عم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أخت زوجه ميمونة، السيدة ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي خالة سيدنا عبد الله بن عباس. وسيدنا عبد الله بن عباس أمه اسمها لبابة الكبرى، يقال لها الكبرى
تمييزا لها عن أختها لبابة الصغرى، ولبابة الصغرى هي أم سيدنا خالد بن الوليد، فيكون بذلك سيدنا عبد الله بن عباس ابن خالد سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا خالد بن الوليد أولاد خالة، فسيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخت زوجه ميمونة، وميمونة أخت لبابة الكبرى وأخت لبابة الصغرى، ولبابة الكبرى والدة سيدنا عبد الله بن عباس، ولبابة الصغرى والدة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسيدنا عبد الله بن عباس هو حبر الأمة، والحبر يعني العالم، وهو أحد المكثرين لرواية الحديث. قلت لكم سابقا 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، وأنس والبحر هو سيدنا عبد الله بن عباس كالخدر، وجابر وزوجة النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس له عناية بالقرآن الكريم كسيدنا أبي هريرة، ليس فقط في السنة بل بالقرآن، فقرأ سيدنا عبد الله بن عباس القرآن الكريم على سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه عبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وسيما جميلا كامل العقل. يقول عطاء مرة ونحن جلوس نذكر ابن عباس فقال: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس، لأن القمر في هذه الليلة يكون رائعا مكتملا أبيض من الثلج. الآن القمر قديش جميل، لكن في دخان وفي معامل وفي دخان مصانع، لكن كانوا يرون جمال القمر في الصحراء في الليلة المظلمة، في هناك لا مصانع ولا مداخل ولا غبار، فيرون القمر على هيئته. فيقول هنا عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من شدة جمال وجهه، لأنه كان وسيما جميلا. فهنا سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. ماذا قال له الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت خلف النبي فقال: إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. إذن احفظ الله يحفظك. احفظ جوارحك عند الصغر يحفظها الله عليك في الكبر. احفظ الله تجده تجاهك. كلما تقربت إلى الله عز وجل لا يرد لك حاجة، لا يغيب عنك. كلما تقربت إليه وجدته أمامك ومعك بعلمه ولطفه ورحمته. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تيأس من الكرب، لا تيأس، لأن بعد العسر يسرا.
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحسن الظن بالله، أنا عند حسن ظن عبدي بي. إن تقرب إلي شبرا تقربته إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلنحسن الظن بالله، ولنحفظ جوارحنا عند الصغر حتى يحفظها الله لنا في الكبر، ولنسأل الله ولنستعن بالله ولنتوكل على الله. وهذا كله كما قلت لحضراتكم من التربية النبوية للأمة المحمدية. فيجب على هذه الأمة أن تتعامل بصدق مع الله، وأن تراقب الله في كل أعمالها ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، وألا تخاف غيره سبحانه وتعالى. لكن قد يقول قائل: هل هذا الحديث ينفي التوسل؟ لا. كما تعلمون القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين أصابهم المطر فدخلوا الغار، فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار. فماذا قالوا؟ قالوا: انظروا ما عملتم من الأعمال الصالحة واسألوا الله بها لعله يفرج عنا. وتعرفون بقية الحديث عندما انكشفت هذه الصخرة عن فم الغار وخرجوا يحمدون الله عز وجل. الله عز وجل هو الغني الحميد، وكل ما سوى الله فقير. كلنا فقراء لله عز وجل، لكن هذا لا ينفي التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. وتعلمون أيضا حديث الرجل الضرير الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال: قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني قد توجهت إليك بربي. قال الشوكاني في تحفة الذاكرين: وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاعتقاد أن الفاعل هو الله، وأن الله هو المعطي والمانع. وقد توسل سيدنا عمر بعم النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما روى ابن أبي شيبة في المصنف، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فخلاصة القول أيها السادة: من كان مع الله في الرخاء كان الله معه في الشدة. العمل الصالح ينفع عند التعثر. العبودية في السراء تنجي في الضراء. يا أحبة، من استطاع منكم أن تكون له خبيئة بينه وبين الله عز وجل ولا يدري بها أحد من الخلق فليفعل، ليستر هذه الخبيئة وهذا العمل الصالح عن خلق الله عز وجل، لكي يصل إليها أو لكي يصل إليه نفعها عند الحاجة إليها. لا تيأسوا من الكرب، كما قلت لكم: بعد العسر يسر، والله عز وجل بشر الصابرين. فيجب علينا أن نتعامل بصدق، وأن نراقب الله تعالى في كل أعمالنا، وألا نخاف غيره سبحانه وتعالى. الأخ يوسف معنا؟ إيه معك شيخي معك. تفضلوا أخي يوسف، اقرأ الحديث 20. الله يكرمك يا رب.
عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذ لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري رضي أولا الله أخي عنه يوسف، ورحمه. عندك في النسخة مكتوب عن ابن مسعود؟ نعم سيدي، مكتوب عن أبي مسعود. نعم، عن أبي مسعود وليس ابن مسعود. نعم. هذا خطأ. ابن نعم. مسعود نعم. ابن مسعود هو سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم. وهذا خطأ. هنا عن أبي مسعود، وقد قلت لكم سابقا أن سيدنا عبد الله بن مسعود الهذلي. هنا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري هذا البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو مسعود، سيدنا أبو مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى عده من البدريين. وقال الإمام مسلم أنه شهد بدرا، لكن الأشهر في ذلك أن سيدنا أبا مسعود البدري لم يشهد بدرا، لكنه نزل ماء بدر وسكن بجوارها، فلذلك سمي البدري. هذا سيدنا أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الأشهر أنه لم يشهد بدرا، لكنه لقب بذلك لأنه نزل ماء بدر وسكن بها. طيب، يقول سيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. وقفت على باص الجوال. أرجو كتم الصوت، الله يرضى عنكم. أرجو كتم الصوت لو تكرمتم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، من الحكم يعني المتقدمة على ألسنة الأنبياء المتقدمين. كلام النبوة الأولى يعني من الحكم المتقدمة على ألسنة الأنبياء المتقدمين، فهذا مأثور عن الأنبياء السابقين، ويعني ذلك أن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن حتى وصل إلى أول هذه الأمة المحمدية. إذن من كلام النبوة الأولى يعني من كلام الأنبياء المتقدمين. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث دليل على الحياء ولزوم الحياء. وكما تعلمون أيها السادة أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث دليل على الحياء ولزوم الحياء. وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا لم يتكلم، لكنه كان يعرف ذلك في وجهه من شدة حيائه. والحياء أيها السادة لا يأتي إلا بخير، ومن اتصف بذلك تجنب القبائح والرذائل وفعل المحاسن والفضائل. هذا باختصار. فالحياء لا يأتي إلا بخير. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وهذا الحديث من جوامع الكلم، عبارة وجيزة لكن معناها واسع. عبارة وجيزة لكن يحتمل منها فوائد كثيرة. فالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. تفضلوا أخي الأستاذ يوسف. أنا أستاذ تابع القراءة؟ طبعا. نعم. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله
ثم استقم. رواه مسلم. نعم. هذا إذن سيدنا أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك أو غيرك. فإلى ماذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشده ببساطة إلى الإيمان والاستقامة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. في بعض الأحيان عندما جاءه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قال له: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل بحسب حالته، كما قلت لكم سابقا. هذا الدواء لا يصلح لهذا الداء، وهذا الداء يحتاج لهذا الدواء نوع معين من الدواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب السائل ويراعي مقام السائل، فهنا أجاب السائل على حالته، فتختلف الإجابة من سائل إلى سائل باختلاف الحالة. قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الله تعالى يقول في القرآن العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما البشرى؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد كان سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى إذا تلا هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وسيدنا الحسن البصري يصح أن نقول البصري بفتح الباء، ونصح أن نقول البصري بكسرها. والبصرة فيها 3 لغات: البصرة بفتح الباء، والبصرة بضم الباء، والبصرة بكسر الباء، ويقال البصيرة للتصغير. فإذا يا سادة يا كرام، كان مشايخنا يقولون لنا: يا أبناء الكرام العظمى الاستقامة. الكرامة العظمى الاستقامة، هذه من أعظم الكرامة. ما كان معجزة لنبي صح أن يكون كرامة لولي. نعم، يوجد كرامات، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، هكذا قال صاحب جوهرة التوحيد. لكن أيها أعظم الكرامة؟ أعظم الكرامة الاستقامة على شرع الله عز وجل، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نصلي الفجر في جماعة، وأن نصلي العشاء في جماعة. من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذا من أعظم الكرامة، الاستقامة على شرع الله وعلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلوا سيدي. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. نعم، والله أعلم. يعني الحديث مشروح، لكن سيدنا أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري هو صحابي جليل أيضا من المكثرين من رواية حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه
يعني يعني أحاديثه تقريبا 1540 حديث، 1540 حديث تقريبا والله أعلم. وكان سيدنا جابر من الأنصار من قبيلة الخزرج، ووالده قتل في غزوة أحد. والده من والده؟ سيدنا عبد الله الأنصاري، لأنه قال هنا عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فلأبيه صحبة وقتل في غزوة أحد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شارك في الفتح الإسلامي في الجيوش التي حاصرت دمشق في جيش سيدنا خالد بن الوليد، فرضي الله تعالى عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضلوا أستاذي الكريم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. رحمه الله تعالى. أيضا الحديث يعني واضح، لكن أريد هنا أن أنوه يعني إلى أمر مهم. يعني الصلاة كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنوه أن يعني التسبيح ليس فقط مجرد لفظ، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، يجب أن تتحرك الجوارح أيضا، يجب أن يتحرك القلب، يجب أن يكون التسبيح تنزيه، ليس مجرد لفظ فقط. هذه يعني يقول لها شيوخنا لقلقة، هذه لقلقة اللسان. نعم سيدي، تفضل الله يكرمك. الله يحفظك يا رب ويبارك في سنه. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن أبي ذر الغفاري، نعم، وليس الغفاري، نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم رحمه الله تعالى. هنا يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، وفي رواية أيضا ضري بالفتح، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط يا أخي وليس المخيط.
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سيدنا أبو ذر الغفاري معروف هو سيدنا جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سيدنا أبو ذر يعني مشهورا بشجاعته، مشهورا بالشجاعة، وكان في الجاهلية يتكسب من قطع الطريق، وكان يعني يفعل الغارات بمفرده وفي وضح النهار لا يخاف، ومع ذلك كان لا يعبد الأصنام، كان موحدا على ملة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وحين بلغته الأخبار بأن هناك نبي جاء إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهنا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا نقول له حديث قدسي، حديث قدسي، ويأتي بألفاظ مختلفة. أحيانا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وأحيانا يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى. فإذا يأتي بأوصاف متعددة، يأتي بأوصاف متعددة. والحديث القدسي هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه من الله تعالى، معناه من الله تعالى. ويوجد مؤلفات كثيرة جمعت الأحاديث القدسية. المؤلفات أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تحصر. وهناك فرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي، ويوجد أيضا هناك فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. فأذكر لكم مثلا على سبيل المثال الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته، والقرآن الكريم متعبد بتلاوته. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، والقرآن الكريم لا تجوز روايته أو تلاوته بالمعنى. والحديث القدسي ليس بمعجز ولا نقرأ به بالصلاة. فهناك فروق كثيرة بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وبين الحديث القدسي والقرآن الكريم. تفضلوا أخي الكريم. نقرأ هذا الحديث. عن أبي هريرة. نقرأ هذا الحديث ونقف إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وصلنا، نسيت الحديث 25. ال25. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه. والله ما متعشي يا شيخي. يلا سامحنا عم نعزبك معنا. يلا نقرأ هذا الحديث ونقف إن شاء الله. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثر بالأجور يصلون كما نصلي ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم، أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر
قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزرا فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم. رحمه الله.